السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد من عالم إسراء DIY. وحشتوني جدا جدا. بالكم فكرة قمر قوي، هنعمل مع بعض حوض سمك في برطمان بطريقة سهلة جدا ومسلية، ومنها كمان نكسر الروتين الصيفي الممل اللي احنا قاعدين فيه ده. في البداية كده حبيت ان انا اوريكم كرات الأوربيز الجميلة دي، جبتها من المكتبة بألوان مختلفة مبهجة جدا. ده بيكون كده شكلها بتبقى شبه الكرات الصغيرة كده وبتكبر في المية، متوفرة في أي مكتبة. بعد كده جبت البولة بتاعتي وهبتدي ان انا احط فيها المية علشان نفضي فيها كرات الأوربيز كلها والمخلوقات البحرية. بعد ما حطيتهم كلهم كده في المية هسيبهم بقى لمدة 24 ساعة عشان يكبروا وياخدوا شكلهم النهائي. ترى وده شكلهم النهائي بعد ما كبروا، بجد بقوا تحفة. شايفين شكل الكابوريا بقت قد ايه؟ حجمها كبر جدا عن ما كنا لسه شايفينها. وكمان بصوا شايفين حصان البحر شكله برضو كبر قوي. وكمان الكابوريا دي ضفتها كده معاهم لما جبتها. وكمان الاخطبوط كبر، والاستاكوزا شكلها بقى حلو قوي. شايفين بقى كمان الكرات الملونة قمر قوي ازاي، بقت شبه الكافيار الملون كده، شكلها حلو قوي في المية وكمان حجمها بقى حلو. هجيب بقى 4 كوبايات واقسم الكرات فيها بالشكل ده. وده كده شكل الالوان اللي كانت موجوده معايا في كرات الاوربيز. ده اول لون معايا اللون الاورنج، وتاني كوبايه معايا فيها ميكس الوان زي الاخضر والاصفر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عشان يوضح لكم اكتر اهو. بعد كده بقى اللون التالت هو برضو ميكس الوان فوشيا وبينك وموف. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ميكس مع بعض، فحبيت ان انا احط كل لون كده مع بعضه. وكمان اخر لون اللون المفضل هو اللون الازرق والفيروزي، وده اللون المفضل عندي بس كان اقل كميه شويه. ودلوقتي بقى نبدا باول فكره لحوض السمك.